لوشة، في ايه يا عم؟ الحكومة خربت الدنيا عليك يا لوشة. عشان حوار التوك توك، ايه الجديد يعني؟ الجديد سعيد خطف عيالك. يا سعيد قلت لك بلاش خطفة العيال يا سعيد، لوشة هيخرب الدنيا. انت بتقول ايه؟ رضيت نفسي يا اخو. ورب العباد لا اضربك بالنار يا سعيد. يا ابن الحرام. كده علي بيقول لي انا ماليش دعوه بالحوار وقال لي على العنوان. انا مش عايز حد فيكم. اثبت يوم. نفذ. يلا. ايه الجديد يا لوشة؟ الجديد هيسيح الحديد يا مو. اخش اشوف الرجاله. اتصال تعبت. روح انت على الاستوديو. اخويا موكل. مالكم واقفين كده ليه؟ المعزه ماتت؟ ومين ده؟ ما تنطقوا. بصراحة جودة خد الرجالة وراحوا جابوا الراجل ده بيشتمك على كل السوشيال ميديا. رجاله؟ رجاله مين؟ وجابوا مين؟ احنا بصراحة اتخانقنا من الناس اللي بتقعد تشتمك، رحنا جبناه. ما ينفعش الشتايم دي عشان اسمك في الشارع علوشة. طول عمرك بتقف مع الناس يا لوشة من غير مقابل. رجاله صباح الفل عليك يا عم. صباح الفل عليك يا باشا. في حد زعلك او مد ايده عليك؟ شهاده لله لوشة، انا ما حدش عمل معايا حاجه، بس وانا نازل من البيت لقيت مش بني ادمين تيران جابوني وقطروني لحد هنا يا لوشة. تم لسانك يا عم. بس حاضر يا لوشة. كم؟ بس ده اللي حصل. انا هوريك دلوقتي الكلام معاهم هيبقى عامل ازاي. بس انا عايز اقول لك حاجه. انت كده اشتمني، جرح فيا ليه؟ انا كل القصه ربنا شاور عليا. انا اقل حد في الدنيا دي. انا ماشي بستر ربنا ومراد امي شاور عليا. مستكترينها يا ريس. انت بتمسكوا الممثلين، تمسكوا الفنانين، المطربين، لعيبه الكوره. يا ريس انتوا بتقطعوا فيهم، بتقعدوهم في البيت، بتخلصوا عليهم. يا ريس الناس دي ليهم اخت، ليهم بنت، ليهم زوجه، ليهم ام قلبها بيتجرح على ابنها وهي شايفاه بيتقطع فيه. كل اللي طالبه منك لله انتكت بحب وباحترام خصومه بس، وحقك عندي. عم تايسون ابو اسكندر انا الكلام معاكوا على الشارع. اسمع ووزنوا الكلام. لوشة القديم مات.
في لوشة جديد. بسمع شتيمة امي وبسكت. الطفل بيقلد الحركة بتاعتي، الطفل بيقلد القصة بتاعتي. ما بقتش بعمل حاجة في الفيديوهات بلطجة عشان الطفل بيقلدني. أنا تعبان، أنا ما بنامش. أسمع شتيمة أمي في ودني وبسكت عشان ما ينفعش أتكلم في الوقت ده. بتبوظولي الدنيا، بتوقعوني. مش انا قلت اي حد يشتمني على السوشيال ميديا بامي ببلدي باي حد محدش يرد، احتراما للطفل اللي بيتفرج على ردنا، عشان لو الرد وحش هيشتم، لو رديت حلو وبأدب على الشتيمة لما يتشتم هيعمل زيي وهيعمل زينا وهيرد كويس. انت وقعتني، محدش يكلمني تاني. عامل ايه اخويا؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ انا ده في مشكله معايا وعايزك تقف معايا، نفسيتي تعبانه يا باشا. الناس نصب عليا في 10000 جنيه فلوس جمعيه، وعايزك تقف في ظهري يا اخويا. يابا عينيا الاتنين. هما جايين فين؟ جايين دلوقتي يا اخويا على هنا. على هنا؟ مين يابا معايا؟ طب يلا نستناهم هنا. مش انا قلت لك يا ابني انا عاوزك لوحدك؟ اهدى بس يا اخويا كده على ما توحد الله. انا جاي في خير مش جاي في شر. طالما جاي في خير يا اخويا امين. طب بص يا اخويا، الراجل ده ليه 10000 جنيه جمعيه، اسالك فيهم برجوله وجدعنه. الكلام ده جاي معاك امين، مش جاي معاك اخده وامشي واللي لينا بيصلي عليه. انا حل الموضوع ده يا اخويا ب 5000 جنيه وعلى مرتين، وده اخر يابا. بقول لك يا اخويا هو ده الحل اللي عندنا يابا. طب بص بقى انتوا الاتنين، انا الكلام ده مش لادد معايا. جايين في حل ال 10000 جنيه امين، مش جايين انا اخده واتكل على الله. بقول لك يا اخويا المصلحه دي ليك فيها النص، بس اخلع من الحوار ده. يعني انت عايزني ابيع الواد وهو بيقول لي اقف معايا؟ طب بص يا اخويا، انا مش هسرق منك كارت، انا ما باجيش في خيانه. الواد ده قال 48 ساعه وجاي وما جاش، تفتكر دماغه فيها ايه؟ ليه ما اتفقش مع صاحب الارض على مراديته؟ كله بيمشي ويروح، المفروض كلنا نقعد في الارض، ممكن يكون بينيمنا. ربنا يستر بقى يا عم جودة. استرها يا رب اللي عندك. الو، بس انت اللي هتقول. بدايه الكلام، لو دماغك سوحتك انك تيجي معايا في نوش واللي يعز ويذل نفرجك على حاجه عمرك ما شفتها. دارك وانت نايمتنا وجيت؟ احنا تعبنا في الارض دي وهنموت فيها. يبقى هتموت. بعد اذن خد الصغيرين، ما ينفعش اجي عليكم. يلا هتدوس على وشك. خلص الكلام. انت يرضيك اللي بعد تعبي في الارض ده كله ما يطلعليش اي مصلحه، هم باعوها ب 2 مليون جنيه؟
عشان اعرفك اللي انا ثابت على مبدأ. ابو اسكندر، في اصول هنقولها دلوقتي. انا جيت قلت المره اللي فاتت هترضي بحكم، في كلام في الحوار ده. لا هيترضوا ب 100,000 جنيه من ال 2 مليون جنيه. ده كلامي وده حكم. امين. الكلب يا اسطى. اكيد انت عارف من مكان الدعاوى العنوان بتاع المكتب. تعالى لي بكره خد ال 100,000. برضه يا جوده. مرضى معلم.